قطعة أثرية اتكلمت عنها الأديان السماوية، واللي ما يتسموش بيدوروا عليها ومعتقدين إن ليها قدرات غير طبيعية، وبسببها راح ملايين من إخواتنا. بس إيه سبب تصنيعها وإيه اللي جواها؟ والأهم من كده، فين مكانها دلوقتي؟ تابوت العهد. تابوت العهد عبارة عن صندوق معمول من خشب الصمت ومطلي ومتغطي بغطا من ذهب وعليه شكلين بيرمزوا للملائكة، وبيسموا الغطا ده في الكتاب المقدس بغطاء التكفير أو بمقعد الرحمة. وطول الصندوق حوالي متر، وعرضه وارتفاعه 76 سنتي. واتقال على حسب كلام الكتاب المقدس إن ربنا سبحانه وتعالى نقش الوصايا العشر على لوحين من الحجر واداهم لسيدنا موسى عليه السلام، واللوحين دول كانوا سبب صنع التابوت عشان يشيلهم فيه ويحميهم، ويقدر سيدنا موسى واللي معاه يتنقلوا بيهم بسهولة. وعشان كده عملوا زي حلقتين من الذهب يتشال منهم التابوت بعصيان معينة. وفضل التابوت مع سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل في سعيهم لأرض الميعاد. وكان على حسب القصة الموجودة في التوراة والكتاب المقدس اللي بيعتبروا التابوت جزء من العهد القديم، واللي ما يسموش كانوا بيعتقدوه إنه هو سبب في انتصاراتهم. ولما تأسست مدينة القدس بنى سيدنا سليمان عليه السلام ما يسمى بقدس الأقداس أو الهيكل الأول، وشال فيه الصندوق أو تابوت العهد. أما في القرآن الكريم فتم ذكر تابوت العهد باسم تابوت